حكايتنا بتبدأ مع الشرطية ليندا اللي بتكون متخفية في شكل واحدة بقاعة هوا، وبنلاقي شخص ماشي وراها وبيكون عاوز يتهجم عليها. لما بيلاقيها دخلت شارع فاضي، بس ليندا بتقدر انها تدافع عن نفسها وتضربه، وبيخرج سكينة من جيبه، بس ليندا بتاخد السكينة منه وبتنهال عليه ضرب شوية. وبنلاقي الضابط اللي كان بيراقبهم بيقرب منهم، وبيلاقي ليندا رابطاه من ايديه وبتسلمه له، وبتعرفه انها مش عاوزاه تشتغل في المهمات اللي زي دي مرة تانية لانها زهقت منها. بنروح لاسم الشرطة وبنلاقي الضابط طارق بيتكلم مع زميلته وبيقول لها انه محتاج مبلغ من الفلوس علشان يكمل بيه العملية اللي هو فيها علشان ما ينكشفش. فبنلاقي زميلته بتعرفه انها هتكلم الرئيس في مقابل يقسمها على العشاء. طارق وهو خارج من عندها بيخبط في ليندا وما بيكونش عارفين بعض. ليندا بتسأل الدكتور عن تقرير الشخص اللي مات امبارح، فبيدي لها التقرير وبيقول لها ان القضية هتفضل زي باقي القواضي ومش هيكون ليها حل. بس ليندا بتكون متفائلة. على ناحية تانية بيكون طارق في مهمة علشان يقبض على تاجر مخدرات، وطارق بيكون هو الزبون اللي هيشتري المخدرات. فبيوصل للمكان اللي هتتم فيه العملية وبيكون موجود 2 ضباط شرطة من فرع تاني غير الفرع اللي شغال فيه طارق، وبيستغربوا من وجوده. وايا كان اللي هيحصل هم هيتدخلوا ويقبضوا على تاجر المخدرات علشان دي مهمتهم. بنروح لطارق، واول ما التاجر بيوريه المخدرات بيستخدم طارق سلاحه علشان يقبض عليهم. بس تدخل ضباط شرطة الفرع التاني بتخلي واحد من العصابة يهرب وياخد معاه شنطة المخدرات، وطارق بيجري وراه وبيمسكه وهو فوق الجسر وبيضربه. وبيدخل واحد تاني على طارق وبيضربه وبيوقعه من فوق الجسر، وبيرجع علشان يقبض على تاجر المخدرات اللي بيكون في حالة اشتباك بالنار مع باقي ضباط الشرطة. ولما بيشوف طارق بيهرب منه وبيركب عربية ضباط الشرطة، وطارق بيكون الحل الوحيد علشان يوقفه انه يضرب عليه نار، وبالله العربية بتتفجر بيه. بنروح لبيل وبيكون بيعمل اعلان في التلفزيون علشان يسوق لمركز تدريب الفنون القتالية بتاعه. فبنلاقيه بيدوس على الازاز وهو حافي، وبيحط شارة سودا وبيربط بيها عينيه، وبيقطع البطيخة بالسيف وهي محطوطة على جسم واحدة. وبعد كده بيكون قاعد في الكرفان بتاعه علشان عنده تصوير تاني، وبيكون بيتفرج على اعلان تاني لنفسه. ومرة واحدة بيدخل عليه شخص مش بيكون باين وبيقتله، وبنلاقي على وشه خدوش. والجريمة دي بتكون من ضمن الجرائم اللي اسمها مخالب النمر، واللي القضية بتتقفل وبتكون ضد مجهول. بننتقل لمكتب الشرطة وبنشوف ليندا كانت بتتحرى على الجرائم اللي حصلت بخصوص قضايا مخالب النمر، وبتعرف رؤسائها ان القاتل بيستخدم نفس الاسلوب في كل جريمة، وهي انه بيدمر اجهزة الجسم الداخلية والجسم من بره بيكون سليم، ما عدا شوية خدوش بتحصل في وش الشخص اللي بيتقتل بنفس الطريقة كل مرة. وليندا قالت لهم ان القاتل محترف جدا في الفنون القتالية ولازم نستعين بخبير. رئيس ليندا قال لها انه عاوزها تشتغل مع واحد على دراية بالفنون القتالية من وحدة مكافحة المخدرات، واللي بيكون طارق. بعدها بنعرف ان طارق يتوقف عن العمل بسبب انه اشتغل لوحده في قضية المخدرات وبدون علم الإدارة. من ناحية تانية ليندا ورئيسها في الشغل بيروحوا لطارق علشان يشتغل معاه في القضية، وبيعرفهم انه موقوف عن العمل. بس رئيس ليندا قال له هيعمل اتصالاته علشان هم محتاجينه في القضية دي. طارق لما بيبص على صور اللي ماتوا بيكون عارف فيهم واحد بيمارس كاراتيه والتاني عنده برنامج فنون قتالية. ولما بيبص على الصور بيعرف انه اسلوب صيني قديم في الفنون القتالية اسمه مخالب النمر، وبيكون طارق درسه. واللي بيمارس الاسلوب ده بيكون شخص خطير جدا وبيكون خرج بره السيطرة. فبنشوف ريفز بيطلب من طارق يشتغل في القضية مع ليندا، بس طارق بيكون رافض الشغل مع ليندا لانه طوال الوقت بيشتغل لوحده. وريفز بيعرفوا ان التحقيق في الاساس بتاع ليندا، بالاضافة الى ان طارق لسه موقوف عن العمل فهيشتغل معاها مستشار لان مش هيكون معاه سلاح، واي غلطة هتحصل بعد كده ممكن تكلفه رتبته. بعدها بتحصل جريمة قتل لواحد من مدربين الفنون القتالية، وبيكون بنفس طريقة مخالب النمر. تاني يوم بيكون طارق وليندا بيحققوا في الجريمة، وبنعرف ان القاتل سرق سيف وحزام اسود وكاس. وبنعرف ان الحاجات ديت اللي بتتاخد من عند كل واحد بيموت باسلوب مخالب النمر ممكن القاتل يخزنها علشان دي حاجات قيمة، او ممكن بياخدها علشان يستخدمها كقربان. تاني يوم ليندا بيكون معاها عناوين كل المدارس اللي بتعلم اسلوب النمر، بس طارق ما بيكونش مقتنع بكلامها لان القاتل يستحيل يتدرب في اماكن فيها هواه. بعدها بنلاقيهم بيدوروا في اماكن طارق على العالم بس مش عارفين يوصلوا لها، فبيسالوا الناس لحد ما بيوصلوا لمكان تعليم فنون قتاليه، وبيشوفوا طالب بيستخدم اسلوب السكران في الفنون القتاليه. طارق بيسال المدرب عن حد يعلمه اسلوب النمر، وبيكون في مدرب واحد اللي عارف الاسلوب ده، وبيكون كبير في السن وبطل تدريس الاسلوب من زمان. وهم خارجين بيلاقوا الطالب اللي شافوه جوه في عصابه ملمومه حواليه وعاوزين يضربوه. فبيدخل طارق وليندا يساعدوه بيضربوا العصابه، وبيساعدوا الطالب اللي بنشوفه هو كمان بيساعدهم. وقال لهم ان في معلم اسمه شياو هو اللي بيعلم اسلوب النمر، وهيلاقوه في المركز الرياضي بيحضر مباراه وعنده ندبتين في خده الشمال. بيوصل طارق وليندا للمركز الرياضي، وطارق بيكون
بيكون بيدور على شياو في مكان وليندا في مكان تاني، وطارق بيشوف هناك واحد صاحبه اسمه جون وبيكون عنده مباراة في فنون القتال. طارق وهو بيتفرج على صاحبه جون مرة واحدة بيلاقي شياو دخل ووقف جنب منه. طارق قال له انه عاوز مدرب يعلمه اسلوب النمر وبيسأله لو يعرف حد يعلمه، بس شياو قال له انه ما يعرفش حد وبيسيبه ويمشي. في اللحظة دي بنلاقي جون كسب المباراة وفاز للمرة الثالثة على التوالي بالبطولة. وبنشوف شونج بيكون بيتفرج على مباراة طارق قابل ليندا وقال لها انه شاف شياو موجود في الصالة وعاوزها تاخد ارقام العربية بتاعته. بعدها بيوصلوا للمكان اللي شياو بيعلم فيه الطلاب الفنون القتالية وبيكون عبارة عن مسرح قديم، وطارق بيكون عاوز ينزل ويدخل المكان بس ليندا بترفض وبتطلب منه يسمع كلامها لانها هي المسؤولة عن التحقيق في القضية. وبنشوف مجموعة من الطلاب بتخرج من المكان وليندا بتصورهم. بنروح لبيت جون وبيظهر له تشونج وبيقتله وبياخد السلسلة اللي بيكون لابسها، وبننتقل لبيت شونج وبنلاقيه بيتمرن في المكان بتاعه. من ناحية تانية بيكون طارق وليندا في مسرح الجريمة وبنلاقي طارق متضايق بسبب موت صاحبه جون، وقال لليندا انهم لو كانوا اخدوا خطوات سريعة بدل ما كانوا صوروا الطلاب كان ممكن ينقذ صاحبه. تاني يوم طارق بيتمرن على الفنون القتالية وليندا بتزوره وبتطمن عليه وبتديله اجازة علشان تقابله بكرة في مكتب التحقيقات. وبنلاقي طارق واقف قدام يافطة وبيكسرها بسبب كمية الغضب اللي موجودة جواه. تاني يوم طارق بيوصل لمدرسة تدريب الفنون القتالية وبيظهر له شياو اللي بيتخانق معاه وبيفصل ما بينهم المدرب، وطارق قال له انه عاوز يتدرب معاه على اسلوب النمر بس المدرب بيرفض وقال لطارق انه مش بيقبل المبتدئين. وبيعرف من طارق انه اتمرن في الصين على ايد المعلم تشانج، فبالله المدرب بيعمل استثناء لطارق علشان المدرب تشانج وبيخليه يتدرب مع الطلاب. وبالله موجود في المكان تشونج اللي قتل جون وبيكون بيرسم على الحيطة. بعدها طارق بيروح لمكان التدريب وبنشوف ليندا بتساعده وبتراقب المكان من بره وبيكون لابس سماعات علشان لو حصل حاجة ليندا تقدر تنقذه. طارق بيدخل لمركز التدريب وبيتمرن والمدرب بيعمل له اختبار صغير علشان يقرر اذا كان هيستمر معاهم ولا هيمشي. فبنلاقي كل الطلاب حوالين طارق وكل واحد فيهم بيهجم عليه وبيقدر طارق انه يدافع عن نفسه ويتصدى لضرباتهم، والمدرب بيقرر ان طارق هيكمل تدريب معاهم لانه نجح في الاختبار. تاني يوم بيبدأ طارق تدريبه في المكان وبيستخدم العصيان والسيوف في التدريب وبيحط ايده في طاسة سخنة وفيها سلسلة كبيرة وبيمسكها وهي بتغلي وبيواجه واحد من الطلاب وبيكسبه في التدريب. في نهاية اليوم واحد من الطلاب بيعرف طارق على تشونج اللي بيكون الرسام بتاع مركز التدريب، وتشونج قال لطارق انه كان بيلعب فنون قتالية من زمان وهو دلوقتي بيرسم وبس. طارق بيسألهم على مكان تاني يتعلم فيه اسلوب النمر وبيعرف ان في مكان سري وتشونج وزميله في المركز هيروحوا له، فبيطلب يروح معاهم وبيوافقوا. بعدها بنشوفهم في ملهى ليلي اسمه وكر النمر وبنلاقي عصابه بتدخل المكان وبيطلبوا من الناس انهم ينزلوا على الارض. من ناحيه تانية ليندا بتكون في العربيه وبتبلغ وحده الشرطه عن وجود هجوم في ملهى وكر النمر. بيحصل اشتباك بالاسلحه ما بين العصابه ورجاله صاحب الملهى، وطارق بيشترك هو وتشونج في القتال وبيضربوا رجاله العصابه، وبيكون طارق هيستخدم اسلوب النمر وهيضرب بيه واحد من العصابه بس تشونج بيمنعه، وبعدها بيتحركوا من المكان وبيمشوا. بعدها بنشوف ليندا بتطلب من طارق انه ما يخليش الغضب يسيطر عليه علشان كان ممكن يموت او يكتشفوا انه ظابط. وليندا بتكون شاكه في جيمس الطالب زميل طارق في مركز التدريب انه يكون سبب اللي بيحصل ده كله، بس طارق بيقول لها انه محتاج شويه وقت علشان يتاكد اذا كان هو ولا حد غيره، وهي قالت له ان مفيش قدامهم وقت تاني. تاني يوم ليندا بتوصل هي وشرطي من مركز التحقيق عند صاله بلياردو موجود فيها جيمس، وبتطلب من الشرطي يستنى بره علشان لو جيمس خرج يقدر يمسكه، وهي هتدخله وتحاول تقبض عليه. بتدخل ليندا جوه قاعه البلياردو وبتلاقي واحد بيضايقها وبنشوفها بتضربه وبتلم حواليها 2 تانيين وهي بتضربهم، وبتشوف جيمس وبيجري منها وهي بتجري وراه، وهو خارج من الباب الخلفي بنلاقي الشرطي واقف مستنيه بس جيمس بيقدر يخنق الشرطي، وبنشوف ليندا رافعه السلاح قصاده وهو بيهددها انه هيقتل الشرطي، وبيطلب منها تفرغ مسدسها وبيحاول يهرب منها بس ليندا بتقدر تسيطر عليه وبتضربه وبيتعور في وشه. وبنروح لمركز التحقيق وبنشوف الصحافة موجودة ورئيس المركز بيعلن للصحافة انهم قبضوا على شخص مشتبه فيه انه ممكن يكون هو اللي ارتكب سلسلة الجرائم باستخدام اسلوب النمر. ليندا بتدخل تحقق مع جيمس وبتسأله كان فين في اليوم اللي حصلت فيه جريمة القتل، بس جيمس مش بيجاوب إجابة واضحة وصريحة، فبيضطر طارق يدخله ويحقق معاه بشكل عنيف. وقال له جيمس انه كان في صالة البلياردو بس ليندا بتعرفه ان صاحب قاعة البلياردو قال لها انه ما جاش اليوم ده في ميعاده. جيمس قال لها انه فعلا راح متأخر اليوم ده علشان كان بيقابل واحد صاحبه وعنده شهود على ده. من ناحية تانية مدير طارق وليندا في الشغل بيعرفهم ان رئيسه طلب منه يخليهم يسيبوا القضية دي وده قراره النهائي،
تاني، وبيطلب منهم يرجعوا للبيت لحد ما يشوف لهم مكان تاني يوزعهم عليه. وبيدخل المحققين روبرتوس وفينتس علشان هم اللي هيشتغلوا على القضيه مكان طارق وليندا. وهم خارجين بنلاقي واحد من المحققين الجداد بيحاولوا يضايقوا طارق، اللي بنشوفه بيمسك واحد منهم وبيحاول يتخانق معاه، وبيفصل ما بينهم ليندا. بنروح لمركز التدريب وبنشوف المدرب بيتمرن بالعصايه لوحده، بس بيكون موجود تشونج. والمدرب قال لتشونج انه لازم يتدرب معاهم علشان يكون كويس في الفنون القتاليه. وبنلاقي تشونج بيستهين بكلامه بس بيوافق وبيتمرن مع المدرب. فبنلاقيهم قاعدين قصاد بعض على الارض، والمدرب بيهجم باستخدام ايده وتشونج بيدافع. ومره واحده بنشوف تشونج بيضرب المدرب وبيستخدم ضده اسلوب النمر، وبيفتكر كل الناس اللي قتلها باستخدام اسلوب النمر، وبيكون مبسوط ومنتشي. في اللحظه دي بيدخل 3 طلاب للمركز وبيلاقي تشونج قتل مدربهم، فبيمسكوا العصيان وبيهجموا على تشونج اللي بيمسك هو كمان عصايه وبيقتلهم كلهم. من ناحيه تانية بنلاقي طارق وليندا بيشتغلوا على القضيه لوحدهم بدون علم من مديرهم في الشغل، وبيرجعوا يشوفوا التقارير القديمه على امل انهم ممكن يكونوا ما خدوش بالهم من حاجه كانت في التقارير. وبنشوف ليندا بتعرف ان في حد من اللي طارق كان معاهم في الملهى الليلي هو اللي كشف هويه طارق انه ضابط شرطه. فبنشوف طارق بيشك في تشونج. بعدها بنروح لتشونج وبنلاقيه بيتمرن وبيحط ايده في طاسه فيها ميه سخنه بتغلي. بيوصل طارق وليندا للمركز، وبنشوف طارق بيدخل مركز التدريب بيدور على تشونج، وليندا بتطلع للدور اللي فوق من المركز. وتشونج وهو بيتمرن بيحس ان في حد طالع ليه. ليندا بتدخل له شقه تشونج وبتقدر توصل للمكان السري اللي بيتمرن فيه، وبنلاقي شموع كتير في المكان، وبنلاقي كمان الحاجات اللي كانت بتتسرق من كل واحد كان بيموت باسلوب النمر. ومره واحده تشونج بيظهر لليندا وبنروح لطارق وبيلاقي المدرب والتلاميذ ميتين في الارض بنفس اسلوب النمر. وبنرجع لليندا فبنلاقيها بتهجم على تشونج وبنشوفه زقها في اتجاه الشموع، وبنلاقي رفوف من الشموع وقعت، وتشونج بيمسك سيف علشان يضرب بيه ليندا، وبنلاقي هي كمان بتمسك سيف وبتواجه بيه تشونج. وبيقدر تشونج انه يبعد سيف ليندا وبيرمي هو كمان سيفه وبيوجه ليندا بايده، وبيكون لسه هيضربها بنلاقي طارق وصل له ورفع عليه المسدس. فبنشوف تشونج بيحدف ليندا على طارق وبيقع على الارض، ومره واحده بيختفي تشونج. بعدها بينزل طارق وليندا يدوروا على تشونج، وكل واحد بيروح من اتجاه. فبيتحرك طارق ومره واحده بيظهر الاتنين المحققين الجداد، فبيدخلوا للمركز وبيلاقي المدرب والتلاميذ ميتين، فبيشكوا في طارق ان هو اللي قتلهم. تاني يوم بنشوف طارق ومعاه ليندا بيوصلوا عند المركب بتاعه، وبيكون طارق حاسس ان تشونج هيجي لهم لحد عندهم. من ناحيه تانية بنلاقي الاتنين المحققين بيوصلوا عند المركب بتاع طارق وبيرفعوا عليه السلاح وبيقبضوا عليه بتهمه اشتباه في قتل. فبنشوفهم بيكلبشوه وهم بيتحركوا، بيظهر تشونج وبيضرب واحد من المحققين وبيزقوا في البحر. ليندا بتحاول تطلع مسدسها بس تشونج بياخده منها وبيبعدوا عنها، وبيزق المحقق التاني فبيقع هو وطارق علشان بيكون متكلبش في ايده، وبيزق المحقق التاني فبيقع هو وطارق علشان بيكون مكلبش ايده بايد طارق. وبنلاقي تشونج بيهجم على ليندا وبنلاقيها بتمسك عصايه تأديف وبتحاول تضرب تشونج، اللي بنلاقيه مسك منها العصايه وكسرها وبيحاول يقرب منها ويضربها، بس بنشوف طارق بيتدخل في الوقت المناسب وبيضرب تشونج برجليه وبيبعدوا عن ليندا. وبنشوف تشونج بيهرب وطارق بيجري وراه. ليندا بتطلب من المحقق يطلب تعزيزات وبتحاول تخرج المحقق التاني من البحر. تشونج بيدخل مخزن وبيحاول يلاقي مخرج بس مش بيلاقي، وبيشوف حارس المخزن بيدخل عليه، فبنشوف تشونج بيقتله وبيستخبى من طارق اللي بيكون بيدور عليه. ومره واحده بنلاقي تشونج بيضرب طارق من ظهره فبيزقه على مجموعه كراتين. طارق بيقوم وبيلاقي تشونج واقف ورا باب سلك، فبيوصل للباب وبيلاقيه اختفى، بس بنشوف تشونج بيظهر لطارق وبيضربه بيوقعه على الارض. وبعدها تشونج بيطلب من طارق انه يطلع له بره ويواجهه بالفنون القتاليه، فبيقلع تشونج التيشيرت وبيمسك حبل وبيلفه حوالين ايديه علشان طارق بيكون ايديه متكلبشه، وبتبدا المواجهه ما بينهم. وبنلاقي طارق بيضرب تشونج، ولما تشونج بيلاقي نفسه مش قادر يواجه طارق بيشيل الحبل من على ايديه، بس بعدها بنشوف طارق بيهجم على تشونج وبيلف دراعه حوالين رقبه تشونج وبيخنقه، وبعدها بيضربه فبيقع على الارض. وبنشوف طارق بيكون عاوز يستخدم اسلوب النمر مع تشونج بس بيتحكم وبيسيطر على نفسه في اللحظه الاخيره، وبتتدخل قوات الشرطه وبتقبض على تشونج. بعدها بنشوف طارق وليندا بيقضوا اجازتهم مع بعض.